يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد وضعه قدما في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد التعادل السلبي مع فريق ساجراد الأنجولي في منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات. وسيلتقي نادي الزمالك في المباراة القادمة مع فريق سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة ال11 لبطولة الدوري العام المصري يوم الثلاثاء القادم 2 يناير في 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية وقطر، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. ويتواجد نادي الزمالك في المركز ال12 بترتيب جدول المسابقة برصيد 11 نقطة بعد خوضه 8 مباريات، ويتبقى له مباراة مؤجلة، بينما يتواجد فريق سيراميكا كليوباترا في المركز الخامس برصيد 14 نقطة. وستكون مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا الأخيرة للفريقين قبل فترة التوقف الدولي استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، حيث سيواجه منتخب مصر منتخب موزمبيق يوم الأحد 14 يناير في الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية. وسيشارك نادي الزمالك في بطولة نادي الوحدة الإمارات الودية بأبو ظبي خلال فترة التوقف الدولي بمشاركة 4 أندية، وهم الزمالك والوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري. وسيفتتح نادي الزمالك مبارياته في بطولة نادي الوحدة الإمارات الودية بمواجهة فريق الوحدة الإماراتي يوم السبت 20 يناير. ويسعى نادي الزمالك للفوز في المباراة القادمة في الدوري المصري وحصد ال3 نقاط وعدم نزيف أي نقاط خلال المباريات القادمة لعدم فقدان فرص المنافسة على اللقب للموسم الحالي.